يعقوب لما خرج من بئر سبع، المكان اللي عاش فيه مع باباه ومامته، وهو رايح حران لخاله لابان، عمل خيمة وبات هناك لأن الشمس غيمت، وأخد حجارة من المكان وحطها تحت راسه ونام في المكان ده. وهو نايم شاف حلم عجيب خالص. شاف سلم مبني على الأرض، وراس السلم ده لمس السما، وملايكة كتيرة طالعة ونازلة عليها، وربنا واقف على السلم. أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق. الأرض اللي أنت نايم عليها هديها لك أنت وكل أولادك وأحفادك، وكل نسلك هيكونوا زي تراب الأرض، ويملوا كل مكان، الغرب والشرق، الشمال والجنوب، ويتبارك فيك وفي نسلك كل قبائل وشعوب الأرض. أنا معاك وهحفظك في كل مكان هتروحه، وهرجعك الأرض دي، لأني مش هسيبك، وهعمل كل اللي وعدتك بيه. حقيقي ربنا في المكان ده، وأنا ما كنتش أعرف إن ربنا هنا. ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله، وهذا باب السماء. خاف يعقوب جدا وحس برهبة، والأرض دي اتقدست بوجود ربنا فيها. والصبح بدري قام يعقوب وأخد الحجر اللي كان حاطه تحت راسه ونايم عليه، وبناه عمود ودلق عليه زيت، وسمى المكان ده بيت إيل، يعني بيت الله، مع إن المدينة دي كان اسمها الأول لوز. وندر يعقوب ندر وقال: لو فعلا الله معايا وحفظني في الطريق اللي أنا ماشي فيه، واداني خبز عشان آكل وهدوم تسترني، ورجعني لبيت إسحاق أبويا، هيكون الرب إلهي فعلا، واحفظ كل وصاياه، والعمود اللي بنيته يكون بيت الله فعلا، وكل حاجة ربنا هيدهاني هطلع عشورها ليه. ومشي يعقوب وطلع لأرض بني المشرق، وشاف في الحقل بير وأعداد كبيرة من الغنم قاعدة عند البير. انتم قاعدين هنا ليه جنب البير؟ وليه سايبين الحجر الكبير ده عليه؟ احنا بنستنى كل رعاة الغنم لما يجوا عند البير، ونتجمع كلنا ونشيل الحجر الكبير من على البير، ولما بنخلص ونشرب كل قطيع الغنم بنرجع الحجر الكبير ده مرة تانية مكانه. انتم منين يا اخواتي؟ احنا من حران. ياه، حران؟ طب حلو قوي. يا ترى تعرفوا لبان ابن نحور؟ لبان؟ طبعا نعرفه كويس قوي كمان. يا ترى هو كويس واسرته؟ هم كويسين وزي الفل، ده حتى رحيل بنته بتيجي مع الغنم. طب كويس قوي، يلا شيلوا الحجر من على البير واسقوا القطعان والمواشي، ده النهار لسه طويل، وهتلاقوا الرعاة بترعى الغنم، فمحدش هيجي عشان يشربهم. ما نقدرش، لا يمكن نعمل كده، لازم تجتمع كل القطيع، وبعد كده ندحرج الحجر عن فم البير ونشرب الغنم كلهم. ولما كان يعقوب بيكلم الرعاة، كانت رحيل بنت خاله لبان جاية في الطريق ومعاها غنم أبوها. أول ما شافها يعقوب قام بسرعة شال الحجر اللي على فم البير وسقى غنم خاله لبان، وحضن رحيل وعيط جامد جدا. يا رحيل، يا رحيل، أنا يعقوب ابن إسحاق ورفقة. جريت رحيل بسرعة جدا وراحت قالت لباباها لبان. لبان أول ما عرف إن يعقوب ابن أخته موجود جري بسرعة عشان يقابله، وحضنه جامد جدا وباسه، وحكى يعقوب كل حاجة للبان. فلبان قال له: يا يعقوب، انت ابن اختي الغالي، انت زي ولادي وحتة مني. قعد يعقوب لمدة شهر، يعني 30 يوم عند خاله لبان. الفترة دي كان يعقوب بيساعد خاله في الزراعة وفي تربية المواشي وأي حاجة تانية بيحتاجها. يا يعقوب يا ابني، انت ابن اختي وزي ابني، وخدمتني وساعدتني. قول لي ايه اعملهولك قدام تعبك معايا؟ اديلك فلوس ولا مواشي؟ يا خالي لبان، شكرا ليك، ده كفاية خيرك اللي مغرقني، ده انت فتحت لي بيتك الفترة دي كلها. بص يا خالي، انت عندك بنتين، ليئة الكبيرة ورحيل الصغيرة، وانا بصراحة حبيت رحيل بنتك قوي، وعشان بحبها مستعد اقعد اشتغل عندك من غير فلوس لمدة 7 سنين كاملين، وتجوزهاني في السنة ال7. ايه رأيك؟ موافق. هو انا هلاقي عريس احسن منك لرحيل بنتي فين؟ طبعا هجوزها لك. يا رحيل، يا ام رحيل،
افرحوا وتعالوا بسرعة، تعالوا بسرعة أقول لكم على الخبر. لابان خال يعقوب كان عنده بنتين. ليئة كانت عينيها ضعيفة وما بتشوفش بيها كويس. رحيل كان شكلها حلو ويعقوب حبها واختار يتجوزها، وخدم بعدها خاله لابان 7 سنين عشان يتجوز رحيل. ويعقوب من كتر حبه ليها محسش بتعب طول ال7 سنين دول، لكنه كان فرحان ومستني السنة 7 تيجي بسرعة. وبعد ما ال7 سنين خلصوا، خالي لبان، أنا فضلت بخدمك 7 سنين عشان خاطر محبتي لرحيل، وهي ال7 سنين خلصت. جوزني رحيل يا خالي، جوزني رحيل. طبعا يا ابني حقك، جه الوقت اللي تتجوز فيه. يا أهلي، يا جيراني، يا كل الناس، استعدوا، الليلة هنعلن الأفراح. علقوا الزينة ونوروا الشموع، وكل اللي موجود يقول للي مش موجود، كله وعزم لابان كل أهل المكان وعمل وليمة كبيرة. وبالليل أخد لابان ليئة بنته الكبيرة وجوزها ليعقوب من غير ما يعرف. ويعقوب كان فاكرها رحيل، لكنه لما صحي الصبح اكتشف إنها ليئة مش رحيل اللي بيحبها. يعقوب اتضايق جدا وراح لخاله لابان. خالي، يا خالي، ايه اللي انت عملته ده؟ ايه يا يعقوب، مالك؟ انت ضحكت عليا وخدعتني. انا اشتغلت 7 سنين وتعبت عشان اتجوز رحيل بنتك الصغيرة اللي بحبها، تقوم تضحك عليا وتخدعني وتجوزني بنتك الكبيرة ليئة؟ ازاي؟ يا يعقوب يا ابني، انت عارف تقاليدنا وعاداتنا، ما ينفعش الصغيرة تتجوز قبل الكبيرة، وليئة ما اتجوزتش لحد دلوقتي، فقلت اجوزها لك وبعدها تتجوز رحيل. ايه اللي انت بتقوله ده يا خالي؟ ليه ما فهمتنيش كده من الاول؟ انت خدعتني واستغليت ان الدنيا ليل وان العروسة بتلبس برقع يغطي وشها وضحكت عليا. انا اتجوز رحيل ازاي دلوقتي؟ بسيطة يا يعقوب، انت اقعد كده اسبوع وبعد الاسبوع هجوزك رحيل، بس بشرط تقعد تخدمني 7 سنين تاني. وفعلا وافق يعقوب، وبعد اسبوع لابان اداله رحيل جوزها له، وادى لليئة جارية اسمها زلفة عشان تخدمها، وادى لرحيل جارية اسمها بلها برضو عشان تخدمها. واشتغل يعقوب 7 سنين تاني عشان خاطر رحيل، لان يعقوب كان بيحب رحيل قوي وحبها اكتر من ليئة. ربنا شاف ان ليئة مش محبوبة فعوضها واداها اول طفل، وولدت ليئة ولد اسمه راؤوبين. وبعدها ولدت مرة تانية ولد وسمته شمعون، والمرة التالتة ولدت ولد وسمته لاوي، لأنها شافت إن يعقوب هيحبها أكتر ويقرب منها علشان ولدت له 3 أطفال. وآخر مرة ولدت ولد سمته يهوذا، وقالت المرة دي هشكر ربنا واحمده. إنما رحيل كانت عاقر ومش بتخلف. يعقوب، أنا متضايقة جدا إني ما خلفتش ليك لحد دلوقتي. ليه ربنا منع عني الأطفال؟ اعمل حاجة يا يعقوب، اعمل حاجة، هاتلي أطفال، أنا لازم أخلف لحسن هيجرالي حاجة وأموت. اعمل لك ايه يا رحيل؟ هو انا مكان ربنا؟ شايفاني مكان ربنا ومنعت عنك الاطفال؟ ربنا ما اردش تجيبي اطفال، هنعمل ايه؟ انت عندي غاليه يا حبيبتي. بصي يا يعقوب، انت تتجوز الخدامة بتاعتي بلها، ولما تيجي تولد انا هاخد المولود واربيه ويبقى ابني. وفعلا يعقوب اتجوز بلها وجاب منها طفل، ورحيل اخدته وسمته دان، يعني قضاء الله. وولدت بلها مرة تانية ليعقوب فسمته رحيل نفتالي، ومعنى اسمه مصارعات الله، لأنها كانت غيرانة من أختها ليئة عشان ليئة بتخلف وهي لأ. ليئة هي كمان غارت من رحيل، فلما لقت نفسها بطلت تخلف قالت ليعقوب يتجوز جاريتها زلفة، فاتجوزها يعقوب وخلف من زلفة ولد اسمه جاد وولد اسمه أشير. ورجعت ليئة تخلف تاني فخلفت ولد اسمه يساكر، وبعدها خلفت ولد سمته زبولون، وبعدها ولدت بنت وسمتها دينا. وأخيرا ربنا استجاب لصلاة يعقوب ورحيل، ورحيل خلفت طفل وسمته يوسف، ومعنى اسمه بركة، الرب يزيد. يعقوب طلب من لابان خاله إنه يمشي بعد ولادة يوسف. خالي لبان، جه الوقت اللي لازم امشي فيه. انا لازم ارجع لاهلي واسكن في ارضي. من فضلك اديني كل زوجاتي واولادهم
اللي عاشوا بيخدموك طول عمرهم. يا ريت الاقي نعمة في عينيك. بص يا يعقوب، انا ربنا باركني بسببك. انت قولي بكام تمن خدمتك ليا؟ انت عارف انا خدمتك في ايه بالظبط، وازاي ربنا بارك كل القليل اللي عندك وبقى كتير. ودلوقتي جه الوقت اللي لازم اعمل انا كمان لبيتي وابقى حر. طب قولي يا ابني اعمل لك ايه؟ واديلك ايه؟ بص، ما تدينيش حاجة، بس لو عملتلي اللي هقولك عليه يبقى انت كده خدمتني. انا هدخل النهاردة المزرعة وهمشي بين غنمك، وكل معزة او خروف ذكر او انثى منقطة او مخططة انا هاخدها، والباقي انت خده. يعقوب طلب من خاله لبان انه ياخد المعيز والخرفان المخططة، يعني الخرفان والمعيز سودة وبيضة بالطول، والمنقطة هي سودة وفيها نقط بيضة. وحلف يعقوب بشرفه وأمانته إنه مش هياخد حاجة لنفسه غير اللي موجود بالصفات دي. وفعلا لبان أخد الخرفان والمعيز اللي بالمواصفات دي وبعدهم عن غنمه وخلاهم بعيد. ويعقوب فضل بيرعى خرفان ومعيز خاله، لكنه عمل حاجة غريبة خالص. جاب عيدان من الشجر الأخضر وقطعهم بطريقة معينة، فلما الخرفان والمعيز القوية السليمة تشوفهم وهي حامل تتوحم عليهم، فكل اللي تولدهم يبقى فيهم شبه من العيدان اللي شافتها، فيزيد عدد الخرفان والمعيز المنقطة والمخططة ويبقوا من ضمن مواشي يعقوب. إنما باقي الخرفان والمعيز الضعيفة هتبقى من نصيب خاله لبان. وبقى يعقوب غني جدا جدا، وبقى له أملاك كتير ومواشي وحمير وجمال وعبيد كتير. انا مش عارف، يعقوب ده بقى غني قوي فجأة. تفتكروا ايه السر اللي ورا غناه المفاجئ ده؟ معروفة يعني، يعقوب اختنى من فلوس أبونا لبان. كل المجد اللي بقى فيه يعقوب من خير أبونا. يعقوب سمع أولاد لبان وهم بيقولوا لبعض إن الخير والغنى اللي وصله من فلوس وخير لبان. وكمان يعقوب شاف إن لبان خاله معاملته اتغيرت معاه، ما بقاش بيتعامل معاه حلو زي الأول. فربنا كلم يعقوب وقال له: يعقوب ارجع يلا لأرض آبائك وأهلك وأنا موجود معاك. يعقوب قام وبعت لرحيل وليئة زوجاته، فراحوا له الحقل، المكان اللي فيه أغنامه. رحيل، ليئة، انتم طبعا عارفين باباكم لبان خالي كان بيحبني ازاي، بس انا شايف اليومين دول انه اتغير معايا. لكن انا مش خايف، لان اله ابويا اسحاق معايا. انتم عارفين كل حاجة، وشفتوا ازاي خدمت لبان ابوكم وما تأخرتش عليه في اي حاجة. لكن ابوكم ضحك عليا وغير اجرتي 10 مرات، لكن ربنا اخد لي حقي من ابوكم. انا ملاك الرب كلمني في الحلم وطلب مني اني ارجع لبيت اهلي وارضي. طب هو احنا هنمشي كده؟ مش احنا بنات ابونا لبان؟ ايوه، احنا لينا ميراث منه، هو جوزنا ليك وما اداناش حقوقنا واخد تعبك لنفسه. كل الغنى والخير اللي ربنا اخده من لبان ابونا واداهولك هيكون لينا ولاولادنا. ايوه يا يعقوب، الخير ده من حقنا، اعمل كل اللي قالك عليه ربنا. طب يلا بينا، احنا لازم نمشي من هنا بسرعة. انا مجهز الجمال، اركبوا انتوا والاولاد هناك وهناخد معانا كل الخير اللي ربنا اداهولنا. وفعلا استعد يعقوب وجهز أولاده وزوجاته وركبهم على الجمال. لبان ما كانش موجود لأنه راح يقص فرو الغنم. فرحيل لما لقت باباها مش موجود سرقت تماثيله وخبتها، وهرب يعقوب وعدى النهر وفضل ماشي ماشي ناحية جبل جلعاد. لبان معرفش إن يعقوب هرب برحيل وليئة وأولادهم غير بعد 3 أيام، فخد بسرعة إخواته ومشي لمدة 7 أيام ووصل لجبل جلعاد وحط الخيمة بتاعته هو وإخواته في الصحراء. وبالليل ربنا ظهر للبان في حلم. لبان خد بالك، اوعى تقرب من يعقوب وملكش دعوة بيه، لا بخير ولا بشر. لبان قام ولحق يعقوب. يعقوب ابن اختي اللي حافظت عليك من اخوك عيسو اللي كان عاوز يقتلك. كده كده يا يعقوب تخدعني؟ ايه اللي انت عملته ده؟ هربت واخدت بناتي زي سبايا الحرب. ليه هربت في الخفا مني وخدعتني؟ ده انا كنت هودعك واعمل لك حفله بالاغاني والدف والعود، ده انت ما خلتنيش اودع بناتي واحضنهم. انا خفت منك يا خالي، لحسن ما ترضاش ان امشي وتاخد بناتك مني بالعافيه. انت عارف يا يعقوب انا في ايدي اقلب الدنيا عليك وارد لك اللي عملته،
بس إله أبوك كلمني امبارح وقال لي ما قربش منك وماليش دعوة بيك لا بخير ولا بشر. انت مشيت لأنك نفسك ترجع بيت أبوك إسحاق وعيلتك. ليه بقى سرقت آلهتي؟ آلهتك؟ أنا ما خدتش منك حاجة. بص يا خالي، اللي تلاقي معاه آلهتك اقتله، فتشنا كلنا وشوف بنفسك. يعقوب ما كانش يعرف إن رحيل أخدت تماثيل أبوها لبان، ودخل لبان خيمة يعقوب وخيمة ليئة وخيمة الجريتين وفتشهم وملقاش فيهم أي حاجة. ولما خرج من خيمة ليئة دخل خيمة رحيل. رحيل أخدت الأصنام وخبتها في شنطة بتتحط على ظهر الجمل، وقعدت رحيل عليها وخبتها. فتش لبان كل الخيمة ملقاش حاجة وكان متضايق جدا. يا ريت يا بابا ما تتضايقش اني مش قادرة اقوم قدامك، اصلي تعبانة قوي. ها يا خالي، لقيت حاجة؟ ايه الجريمة والخطية اللي عملتها عشان تجري ورايا المسافة دي كلها؟ ودخلت فتشت خيامي وطلعتني حرامي. ها قولي بقى، لقيت ايه من حاجتك عندي؟ ورينا لقيت ايه، وطلعوا قدام اخواتك واخواتي وهم يحكموا بينا احنا الاتنين. ده انا بقالي 20 سنة معاك بخدمك ومفيش حاجة من حاجتك نقصت، لا معزة ولا جدي ولا حتى أكلت من غنمك. ولما كنت برعى غنمك مفيش واحدة وقعت مني أبدا ولا حصل لها أذية. مفيش مرة حاجة من مواشيك نقصت. في النهار كنت بفضل قاعد مع المواشي في الحر بتحرق من الشمس، وبالليل في عز السقعة والجليد ما كنتش بنام كويس. ليا 20 سنة في بيتك، خدمتك 14 سنة، 7 الليئة و7 الرحيل، و6 سنين قعدت عشان أربي لك غنمك وانت ما اديتنيش حقي. لولا إله إبراهيم وهيبة أبويا إسحاق انت كنت مشيتني من عندك وطردتني من غير أي أملاك. لكن تعبي اللي تعبته ربنا شايفه، عشان كده ظهر لك امبارح وحذرك انك تقرب لي او تأذيني. البنات بناتي وولادهم ولادي، والغنم ده غنمي، وكل حاجة انت شايفها ليا. لكن هعمل ايه ببناتي وولادهم؟ خلينا نقطع عهد يا يعقوب يشهد بيني وبينك. وحلفوا لبعض واتعاهدوا إن محدش هيأذي التاني. وذبح يعقوب ذبيحة في الجبل، وأكل هو وإخواته وباتوا في الجبل. والصبح بدري قام لبان وودع بناته وأولادهم وباركهم ورجع بلده وأرضه. يعقوب كمل في طريقه، وهو ماشي شاف قدامه ملائكة الله، فسمى يعقوب المكان ده باسم محنايم، يعني جيش الله. وجمع يعقوب ناس من رجالته عشان يبعتهم لعيسو أخوه. بصوا يا رجالة، أنا هبعتكم لأخويا عيسو اللي قاعد في أرض سعير اللي في بلاد أدوم، وقولوا له عبدك يعقوب بيقولك إنه عاش غريب عند لبان خاله، وبيشكر ربنا إنه عنده بقر وحمير وغنم وعبيد، وبيبعتلك إنه عاوز يرجع أرضه ويا ريت يلاقي نعمة في عينيك. وفعلا راحوا الرسل لعيسو أخو يعقوب ورجعوا له طمنوه إنهم وصلوا له الرسالة، وإن عيسو جاي يقابل يعقوب ومعاه 400 راجل. لو عيسو جه وهو معاه 400 راجل هيهجم عليا ويقتلني أنا وكل أسرتي ورجالتي. أحسن حل أنا أقسم رجالتي وأملاكي نصين، نص يمشي من طريق والنص التاني من طريق، عشان لو عيسو جه وهجم على حد مننا يبقى النص التاني في أمان. يعقوب كان خايف قوي من عيسو لأنه سرق منه البكورية وهرب، وكان فاكر إن عيسو هينتقم منه. وبدأ يعقوب يصلي: يا رب إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، أنت وعدتني إني أرجع لأرضي ولأهلي وإنك هتعمل معايا الخير. صغير يا رب أنا على كل حاجة حلوة وكل لطف أنت قدمتهولي. من فضلك يا رب نجيني من إيد أخويا عيسو، لأني خايف منه يجي ويضربني. مش أنت يا رب قلتلي هتخلي أولادي وأحفادي زي رمل البحر اللي ما يتعدش من كترته؟ يعقوب كلم ربنا بوعوده ليه وبات الليلة دي. والصبح أخد هدايا لعيسو أخوه 200 معزة وتيس و200 نعجة و20 كبش و30 ناقة بأولادها و40 بقرة و20 طور
و20 آتان و10 حمير، وقسمهم قطعان مجموعات، واداهم لعبيده 5 عبيد. امشوا قدامي وخلوا في مسافة بين كل قطيع. انت لو قابلت اخويا عيسو في الطريق وسألك انت مين وتبع مين ورايح فين، قول له دي هدية من عبدك يعقوب بعتها لسيدي عيسو وهو جاي ورانا. وانت 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 كمان تعملوا زي ما انا قلت بالظبط. كل حد فيكم مسؤول عن قطيع، وتقولوا لعيسو عبدك يعقوب جاي ورانا. يعقوب كان بيستعطف قلب عيسو بالهدية، فلما يتقابلوا يكون عيسو هادي، وقام واخد ليه أو رحيل والجريتين وأولاده 11 ومشي وعدى على وادي طريق بين جبلين، وعدى كل اللي معاه، وقعد يعقوب لوحده. وظهر له إنسان، ففضلوا يصارعوا بعض لحد الفجر. ولما الإنسان ده لقى إنه مش قادر على يعقوب ضربه على فخده، فتوجع يعقوب. اطلقني، سيبني امشي لان الفجر طلع. مش هسيبك، لا أطلقك إن لم تباركني. قولي اسمك ايه؟ اسمي يعقوب. من النهارده مش هيبقى اسمك يعقوب، هيبقى اسمك إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله ومع الناس وقدرت. وانت اسمك ايه؟ ليه بتسألني عن اسمي؟ يعقوب سمى المكان فينيئيل، لأنه قال عشان أنا شفت ربنا وجها لوجه ونجيت نفسي. ولما طلع نور الشمس بص يعقوب بعينيه، فشاف عيسو جاي ومعاه 400 راجل. يعقوب قسم الأولاد على ليئة وعلى رحيل والجريتين، وحط الجريتين وأولادهم قدام في الأول، وحط رحيل ويوسف في الآخر خالص. وطلع يعقوب قدام وفضل يسجد 7 مرات لحد ما قرب من عيسو. جري عيسو بسرعة ناحية يعقوب وحضنه وباسه، فضلوا يعيطوا هما الاتنين. أخوي يعقوب، عيسو وحشتني. أنت وحشتني أكتر. مين دول يا يعقوب؟ أولادي اللي ربنا أنعم بيهم على عبدك. ايه ده كله اللي انت بعته ده؟ كتير قوي يا يعقوب. عشان ألاقي نعمة قدام عينك يا سيدي. انا عندي كتير جدا يا اخويا، خليهم ليك. لا، لو فعلا لقيت نعمة في عينيك تاخد هديتي من ايدي، لاني لما شفت وشك كأني شفت وش ربنا. عشان خاطري يا عيسو، عشان خاطري اقبلهم مني يا اخويا. ماشي يا يعقوب، يلا بينا نمشي وانا همشي قدامك. انت عارف يا سيدي وشايف ان الاولاد لسه صغيرين، والغنم والبقر اللي عندي لسه مولودين، فلو مشيت مرة واحدة ممكن يموتوا. اقولك امشي انت واسبقني، وانا همشي على مهلي لحد ما اوصل ليك في سعير. طيب تحب اسيب لك ناس من رجالتي يبقوا معاك؟ لا 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 لا، ليه يا اخويا؟ ما تتعبش نفسك يا حبيبي. ورجع عيسو في اليوم ده لسعير، ويعقوب مشي وبنى لنفسه بيت في مكان اسمه سكوت، وعمل للمواشي مكان ضلة. ووصل يعقوب بالسلامة لمدينة شكيم اللي في أرض كنعان، واشترى أرض ونصب فيها الخيمة، وبنى مسبح لربنا وسماه إيل، إله إسرائيل. يا أولادي، يا كل أهل بيتي، شيلوا الآلهة الغريبة اللي معاكم واتطهروا وتقدسوا، غيروا لبسكم والبسوا أحلى لبس عندكم. احنا هنطلع لبيت إيل وهنبني للرب مسبح. الله اللي استجاب ليا في يوم ضيقي وكان معايا في طريقي اللي مشيت فيه. فعلا كلهم ادوا ليعقوب كل الآلهة الغريبة اللي كانت في ايديهم، واخدها يعقوب ودفنها. وخوف ربنا كان على كل المدن اللي حوالين يعقوب، فمحدش قدر يقرب منه او يأذيه. ربنا ظهر ليعقوب وباركه، فبنى يعقوب عمود من حجر في نفس المكان ودلق زيت، وسمى اسم المكان بيت إيل. بعدها مشيوا من بيت إيل، ورحيل كانت حامل وتعبت في ولادتها وخلفت ولد يعقوب سماه بنيامين. وماتت رحيل وهي بتولده، ودفنها يعقوب في بيت لحم. وبنى يعقوب عمود على قبرها ومعروف باسم عمود قبر رحيل، وموجود لحد النهارده. أولاد يعقوب ال12 هم أولاده اللي خلفهم من ليئة: راؤوبين، شمعون، لاوي، يهوذا، يساكر، زبولون. وأولاده اللي خلفهم من رحيل:
يوسف وبنيامين. أما بقى أولاده اللي خلفهم من بلها جارية رحيل دان ونفتالي، وأولاده اللي خلفهم من زلفة جارية ليئة جاد وأشير. كل دول أولاد يعقوب اللي هيكونوا شعب بني إسرائيل، وهيبقوا 12 سبط، يعني 12 مجموعة. ووصل يعقوب لأبوه إسحاق في مدينة حبرون أرض غربة إبراهيم وإسحاق. سلم إسحاق روحه ومات شيخ شبعان الأيام، وعيسو ويعقوب دفنوه، وإسحاق مات وقتها وهو عنده 180 سنة.